هحكي لك القصه دي حصلت في الثمانينات وبالتحديد سنه 1987 في عز فتره حكم حسني مبارك. وكان معروف ان في الفتره ديت حسني مبارك كان كل تسليح الجيش اللي بيجيبه كان بيجيبه من المعسكر الغربي اللي هو معسكر امريكا او دول اوروبا، بس كان في الغالب يعني كل تسليحنا او تسليح الجيش كان بيجي من امريكا. المهم في السنه دي بالتحديد امريكا كانت عايزه تعمل معانا اكبر عمليه تجسس حصلت في تاريخ البلد بتاعتنا. قالت لك ايه بقى؟ ادام احنا بنديهم السلاح بتاعنا كله ويعني هم مصريين واثقين فينا، ما تيجي نبعت لهم اجهزه تصنت واجهزه تجسس عن طريق مراكز البيانات والاتصالات. ويشاء القدر ان الجيش في الفتره ديت كان عايز يعمل خطوط اتصالات داخليه او مغلقه بين القاده وتتوزع في كل محافظات مصر، يعني تكون مغطيه كل حته في جمهوريه مصر العربيه، علشان في وقت الازمات او الحروب القاده تعرف تتواصل مع بعض في خط داخلي، الخط ده ما يكونش متراقب من العدو، واصلا حتى الجنود ما يكونوش عارفين يسمعوا ايه اللي بيدور بين الخطوط دي. حاجه كده زي خط سيكريت، خط سري. واللي كان ماسك وزاره الدفاع وقتها المشير ابو غزاله، هو وقتها اللي ادى توجيه او امر بتنفيذ وحدات اتصال خاصه او مغلقه وسريه لقياده الجيش، وادى التوجيهات دي لسلاح الاشاره في الجيش المصري. واكد